كتبت القصيدة الوجدانية. نعم كتبت القصيدة الوجدانية. تريد أقرأ لك قصيدة وجدانية؟ أقرأ لك قصيدة وجدانية اسمها وشالة عصفور. تقول: مو بيدي امنحط بعيوني صم وتراب، ولا بيدي من قضي الوقت يم قبور. المفارق محب شادر بوجهه تشوف وتستخلف لربعة من تجي للزور. ما يرهم ضحك بشفايف العشاق، والفاقد حبيب تلوق للماجور. الما يشرب عشق يقضي العمر عطشان، تحس بريجه خشبه لو شرب ناعور. ينزف مرجله من ينجرح العقال، والديوان يفهى وما يظل مستور. البيغيره ويشوف قبال اخوه ممدود، يترسها دمع من يخلص الشاجور. من اشوف الزرع اخضر والحصاد هواي، متربب مضي فاحلف على الناطور. البستان الشريف بوجهه تلقى مصاب، لو شاف الشجر بيه انغصن مكسور. واللي تشوفه يغني بصوته ونة ناي، مو عصفور هذا وشالت العصفور. ايش تحكي لي بعد حتى اقتنع ونعود؟ كاروك اللي يطيح الطفل ما معذور. شو اوصف لك يتجي لي الهوى وما طيح، وعلى حزن اللي بوجهه تعلق بعاشور. عايفني بجنح ريشاته تنقط ماي، وعلي حتى اللحيم صار فحل طيور. مجبل على القبلة من رحت لليوم، وبصف الجفن والسدر والكافور. هسه الوقت جابك والله لو ما جاي، المن جاي مو حتى القبر محفور. لو سولف الجوع اللسن خرصة تصير، اللي يسد الجوع يقدر بس حكي التنور. مو بدو ولا للصيد حسب حساب، بس وكاحتي تجبر نصيد صقور. شحكي لك علي من طيبتي تأذيت، حرقون الربع كل ظنهم انا بخور. سلامتكم، ما عليك زود والله، الله يخليك صاحب دمك.